السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة حبايبي هنراجع مع بعض مادة التربية الدينية الإسلامية الصف الأول الإعدادي الترم التاني مراجعة ليلة الامتحان. ربنا ينجحكم جميعا يا رب. ده نموذج إن شاء الله يعني تستفادوا منه كتير جدا، وممكن كمان يجي لكم منه أسئلة لأنه بيكون شامل المنهج كله. نقول بسم الله، حطوا لنا أكبر عدد من اللايكات على الفيديو ده حبايبي، أكون متشكرة جدا ليكم، لأن اللايك بيساعدنا إن الفيديو يوصل لأكبر عدد من أصدقائك وزمايلك والكل يقدر يشاهد الفيديو يستفاد، وربنا ينجحكم جميعا يا رب. ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. السؤال الأول دايما يا حبايبي في امتحان التربية الدينية الإسلامية بيجي لك سؤال القرآن الكريم، وبعد كده سؤال الحديث الشريف، وبعد كده العقيدة والعبادات، وبعد كده السير. طيب نقول بسم الله الرحمن الرحيم. السؤال الأول طبعا القرآن الكريم بيقول لك اقرأ ثم أجب. قال تعالى: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور، الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور. ما المقصود بكلمة طباقا وكلمة فطور؟ تعالى هنا مع بعض. قال لك هنا ايه بقى؟ الذي خلق 7 اهي عندك هنا فارجع البصر هل ترى من فطور. احنا عندي كلمة فطور اللي هي الثانية. طب كلمة طباقة اهي، الذي خلق 7 سماوات طباقا. 7 سماوات طباقا يعني 7 سماوات فوق بعضها. يعني زي ما انت شايف كده بالوضوح كده خالص. الطباق يعني طبقات فوق بعضها حبايب، يبقى طباقا هتقول له ايه؟ فوق بعضها يعني فوق بعضها البعض. طيب كلمة فطور، الفطور اللي هو الخلل او الشقوق. هل ترى من فطور يعني هل انت شايف خلل او شقوق في السماوات ديت؟ طيب ما الحكمة من خلق الموت والحياة؟ هتقول له للاختبار والابتلاء من حيث العمل. للاختبار والابتلاء من حيث العمل. ربنا خلق الموت والحياة عشان يختبرنا وعشان يشوف عملنا، لان احنا اصلا كلنا مكلفين في الارض بتعميرها. طيب اختر، وعبادة ربنا طبعا اهم. طيب اختر، بيقولك المراد بتفاوت. التفاوت اللي هو النقصان يا حبايبي، مش الاتفاق ولا الترتيب ولا الاتساع. التفاوت اللي هو النقص. طيب علامة ضبط المصحف في قوله تعالى أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. هتقول له هنا جواز الوصل والوقف. جواز الوصل والوقف. نيجي بقى للسؤال الثاني الحديث الشريف. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جلس، عليه أفضل الصلاة والسلام، من جلس في مجلس فكثر فيه لغط يعني كثرت أخطاؤه يا حبايبي. خلاص. طيب فقال قبل أن يقوم من مجلس ذلك، يعني قال قبل ما يقوم من المجلس بتاعه: سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، إلا غفر له ما كان في مجلسه ذلك. أي غلطة هو أخطأها في المجلس ربنا بيغفر له ذنوبه. طيب صح وخطأ. المراد بلخطة، اللخطة اللي هي الخطأ الذي يقع منه في المجلس، هتقول له صح. يجب القيام من المجلس قبل الاستغفار، خطأ. ما هو لسه بيقول لك اهو قبل ما تقوم من مجلسك عشان ربنا يغفر لك اي حاجه انت قلتها وقعت منك بالغلط، او اتعمدت ان انت تقول كلمه او حاجه، هتقول له ايه؟ سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك، الا غفر له ما كان في مجلسه ذلك. يبقى لازم نقول يا حبايبي دعاء الاستغفار ده. طيب ما اثر الاستغفار مما وقع في المجلس؟ هتقول له يغفر الله الذنوب في المجلس، اي يغفر الله ما حدث في المجلس من ذنوب. طيب هنا بيقول لك ذكر الله ارتباط بين المؤمن وربه، وضح ذلك. هتقول له هنا يا بطل ما اصل الاستغفار؟ هتقول له يغفر الله ما يحدث في المجلس من ذنوب. ذكر الله ارتباط بالمؤمن وربه، هتقول له عندما يحب المرء ربه يواظب على ذكره وعبادته. عندما يحب الله المرء ربه يواظب على ذكره وعبادته. من مكفرات الذنوب الصلاة والصوم. من مكفرات الذنوب الصلاة والصوم. السؤال الثالث العقيدة والعبادات. متى يتم رمي الجمرات؟ هتقول له في اليوم العاشر وأيام التشريق. في اليوم العاشر وأيام التشريق. اختر الإجابة الصحيحة. تدوين السنة الهدف منها ايه؟ حمايتها من الضياع، ولا الحد من انتشار الأحاديث المكذوبة، ولا تيسير الرجوع إليها، ولا كل ما سبق؟ هتقول له طبعا كل ما سبق. كل ما سبق. يبقى تدوين السنة الهدف منها ان احنا نحميها من الضياع، وان احنا الحد من ان احنا ننشر او من انتشار الاكاذيب المكذوبة، وتيسير الرجوع ليها لما احتاج حاجة ارجع للسنة النبوية. يبقى كل ما سبق يا حبايبي. يلا يا بطل. بيقول لك مما يدل على ايداع الله
ابداع الله تعالى في الكون ايه؟ بصمة الاصبع ولا العين والسماء ولا القلب؟ هتقول له السماء. ربنا خلق السماوات سبع سماوات انطباقة بدون ايه؟ بدون عواميد طبعا، ربنا خلقها كده، فدي طبعا دي معجزة او ابداع الله عز وجل. التكنولوجيا سلاح ذو حدين، وضح ذلك. هتقول له بتفيد عندما نحسن استخدامها وبتضر عندما نسيء استخدامها. انت لو استخدمت اي حاجة في الدنيا صح، انت كده بتحسن استخدامها. استخدمتها خطأ هتضرك، صح؟ زي السكينة كده، لما تجرح بها ايدك او تموت بها حد لا قدر الله، دي كده انت اسأت استخدامها. وفي نفس الوقت هي بتستخدم في المطبخ، بنقطع بيها اللحوم، بنقطع بيها الخضروات، بنستخدمها. فكل حاجة في حياتنا في الدنيا دي كلها لها سلاح ذو حدين. طيب السير والشخصيات، بيقول لك اختار من المعارك التي شارك بها خالد بن الوليد. هتقول له اليرموك. اذكر اثنين من خصائص فترة الخلافة الراشدة. هتقول له تطبيق الشورى وجمع القرآن. مع علاقة الإحسان إلى الجار بالإيمان. هتقول له علامة على اكتمال الإيمان. استدل على شدة حب النبي صلى الله عليه وسلم للسيدة عائشة. هتقول له رغبته أن يمرض عندها دون باقي زوجاته. رغبته أن يمرض عندها دون باقي زوجاته. بكده حبايبي نكون خلصنا النموذج. أتمنى تكونوا استفدتوا من الفيديو. ما تنسوش تدعمونا بلايك واشتراك في القناة. بالتوفيق والنجاح يا رب. مع السلامة.